كتير جدا بتبقى واقف لوحدك، بس فجأة بتحس ان في حد واقف وراك، وبتبص تلاقي مفيش حاجة، بس الاحساس ده حقيقي. فليه الظاهرة دي بتحصل وليه بتخوف؟ العلماء بيسموها ظاهرة البريزنس هالوسينيشن، ودي بتحصل لما مخك يختلط عليه الامر ويبدأ يتخيل ان في كائن واقف قريب منك، رغم ان مفيش حد طبعا. والسبب العلمي بيرجع الى ان المخ بيكون شغال على نظام الاحساس بالمكان والمسافة، ولو حصل خلل بسيط بسبب تعب، توتر او عزلة، المخ هيبدأ يعوض المعلومات المفقودة ويخلق احساس بوجود شيء او شخص واقف وراك. ده حتى في ناس بتوصل بيهم الحالة ان هم يسمعوا صوت حد بيتنفس وراهم او حد بيلمسهم. وفي تجارب علمية العلماء حفزوا فيها المخ كهربائيا، والناس فعلا حسوا بكائن واقف وراهم. يعني باختصار دي مش تخيلات، ده المخ نفسه هو اللي بيصنع الشبح.